يا مساء الفل. ما تيجي نثير الجدل. هل الشباك البي في سي بيعزل صوت 100%؟ إعادة صياغة للسؤال. هل أنا لو ركبت شباك بي في سي الشقة بتاعتي مش هسمع فيها صوت؟ يعني صوت الشارع والطريق والدوشة والقطر والترام والأتوبيس نقل العام وجنبي فيلا بتبني وبيدقوا، هل أنا مش هسمع الأصوات دي؟ أهلا بيكم، أنا محمد دسيوني، والنهارده في أول فيديو من فيديوهات نثير للجدل. معظم مسوقين قطاعات البي في سي في مصر بيسوقوا قطاعات البي في سي على انها كل يوم بتروح الجيم وبتلعب حديد وعندها عضلات وتقدر تعمل اي حاجه في الدنيا. بس هل الكلام ده صحيح 100%؟ كل حاجه ليها نسبه. مفيش شك ان قطاعات البي في سي من احسن الخامات اللي انت ممكن تستخدمها لو عايز تعمل اي عزل بشكل كويس. لان قطاعات البي في سي هي بطبيعه الخامه نفسها ماده عازله، بي في سي بوليمر. وكمان طبيعه الطريقه اللي بيتصنع بيها الشباك البي في سي انه بيتلحم ومش بيتجمع، وانه هو محكم بشكل قوي جدا. ان الكاوتش في معظم القطاعات حتى القطاعات المصري معمول بتقنيه عاليه وبشكل كويس وبيجي كومباتبل مع القطاع. كل دي حاجات ومميزات هايله جدا في قطاعات البي في سي اما تعمل بيها الباب والشباك. فانت تقدر تاخد من شباك البي في سي عزل للميه بتاعه المطر نسبة تكاد تصل ل 95%، عزل تراب بنسبة تكاد تصل ل 95%، عزل هواء بنسبة تكاد تصل ل 95%. ولكن هل الكلام ده بينطبق على العزل الصوتي؟ الموضوع ده محتاج مناقشة. خلينا الأول نعرف إيه هو الصوت. الصوت هو عبارة عن ذبذبات بتنتقل في الهواء، يعني طول ما في هواء طول ما في صوت، وطول ما في حاجة تقدر تنقل الصوت طول ما الصوت ده هيتنقل. المباني بتاعتنا كلها في مصر هي عبارة عن مباني خرسانية ومقفولة بالطوب. بس لما نيجي نتكلم على العزل الصوتي هنلاقي ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. هو المبنى ذاته من الحاجات المؤثرة في العزل الصوتي، هو المبنى، تصميم المبنى، الحيطة اللي هيركب عليها الشباك. هل الشباك البي في سي لما يركب على حيطه نص طول هيعمل العزل المطلوب زي ما انت شفته في الاعلان؟ صحيح. هو ايه الاعلان؟ هتلاقوا دايما كتير قوي من مصنعين البي في سي يروح عامل بوكس بي في سي كده جميل ويحط فيه مصدر صوت ويقفل الضرفه اللي موجوده في البوكس ده، فانت تلاقي الصوت راح او على الاقل نزل لادنى مستوياته. فطبعا هي بقى وعزلنا الصوت وعملنا انجاز عظيم جدا. اقول لك مفاجاه، انت لو عملت كده بقطاعات الالومنيوم هيحصل نفس النتيجه، ولو عملت كده بقطاعات الخشب اقول لك عن مفاجاه اكبر، انت لو عملت كده بقطاعات الخشب غالبا هتوصل لنفس النتيجه. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ زمان عند اهالينا كلنا عندنا الكومود الخشب اللي هو جنب سريرك ده، حط فيه مصدر صوت واقفل الضوء. مساء الخير. يعني مسيو انت بتقول لنا ان احنا بيضحك علينا؟ لا. هو انت هتقدر تعرف الفرق بين الخشب والالومنيوم والبي في سي في مقدار العزل الصوتي لما تحط 3 بوكسات، بوكس من الخشب نفس الديزاين ونفس الابعاد ونفس التصميم وجوه تحط نفس شده الصوت، وتحط بوكس الومنيوم وتحط بوكس البي في سي. ساعتها هتفهم ان البي في سي هيعزل افضل شويه من الالومنيوم والخشب. وده ليه سبب، ان انت عامل البوكس كله من نفس الخامه بنفس الجوده بنفس الشكل. هل عزل الحيطه اللي هيركب عليها الشباك هو نفس عزل البي في سي اللي انت عامل منه البوكس؟ اكيد لا. يعني اذا ده بيعمل عند العميل حاجه اسمها هاي اكسبكتيشنز. انا رايح اركب شباك بي في سي عشان مش هسمع اي حاجه، انا هعيش في صمت، حياتي الجايه هتبقى هاديه جدا. ايوه بس حضرتك ساكن على القطر. لا، ما انا قالوا لي بي في سي، انا شفت الفيديو. وهنا يبدا يظهر الخلاف. وفي الحقيقه انت عشان تقدر تعمل عزل صوتي هايل لازم تعمل حاجات كتير جدا في المبنى الاول، وبعد كده تروح تركب الشباك البي في سي او الشباك الالومنيوم كان زي ما انت هتختار. يعني ساعتها هتديك النتيجه اللي انت عايزها. لازم تعمل حاجه اسمها دبل وول، وتعمل شيتات فوم ما بين الدبل وول ده العربيه دي، وتعمل شيتات فوم
في وسط الدبل وول ده. يعني الموضوع ليه اجراءات كثيره جدا في المبنى نفسه وفي تصميم المبنى عشان توصل للعزل الصوتي الكامل. يعني من الاخر كانك بتعمل استوديو تسجيل صوت. استوديوهات تسجيل الصوت اكيد يعني لو حد معدي من بره مش هتسمعه في التسجيل. وما تستناش من ان انت ساكن في عماره سكنيه عاديه في مكان زحمه وفي دوشه، جنب وقف ميكروباصات، جنب سوق خضار، جنب قطر، جنب ترام، وتركب الشباك البي في سي او ايا كان نوع الشباك اللي انت هتركبه يعني، وتقفل الظرف كده والموضوع ينتهي. بس انا شفت فيديوهات لشبابيك بي في سي وشبابيك الومنيوم، الناس بتصور ان في دوشه تحت وبيقفلوا الشباك الصوت بيروح. اولا ده ليه عوامل كتيره جدا. اولا المبنى اللي متصور في الفيديو هي الحيطه 25 سم ولا 10 سم ولا 11 سم ولا ايه موقفها يعني. رقم اثنين، انت مش عارف شده الصوت اللي بره عامله ازاي. هي باينه لك في الفيديو انها جامده، وانا عندي فيديوهات في منتجاتي انا مصورها بتوريك مدى العزل الصوتي، ان انت قفلت فعلا الصوت راح، بس هو ما راحش 100%. وانت المبنى بتاعك مش زي المبنى اللي طلع في الفيديو. فانت لازم تبقى فاهم ان الشباك البي في سي هيديك عزل ميه هايل، عزل تراب هايل، عزل هواء هايل، عزل صوت احسن من امثاله من الشبابيك التانية. لكن ما تستناش من الشباك ايا كان انك لما تقفل الصوت راح وانت ما عملتش حاجه في الحيطه. الكلام ده غير منطقي. ودي كانت اول فيديوهات نصيب للجدل.